وبيبدأ فيلمنا النهارده سنة 1981 في مدينة جوثام مع آرثر فيليك، واللي بيشتغل مهرج في مدينة بتتعرض لأول مرة لكساد اقتصادي. آرثر بيعاني من اضطرابات عقلية بتخليه أحيانا يضحك غصب عنه بشكل هستيري، وما بيقدرش يسيطر على نفسه، وغالبا بتكون في أوقات غلط. آرثر في يوم وهو في عرض ليه في الشارع بيسرق يافطته مجموعة من الشباب وبيجروا، فبيجروا وراهم علشان يرجع اليافطة، لكنهم دخلوا لشارع هادي وبيهجموا عليه وبيضربوه، وبيقع على الأرض في حالة من الإحباط والعجز عن حماية نفسه. آرثر بيتواصل مع أخصائية اجتماعية بتساعده في توفير الدواء لحالته الصحية، واللي بتلزم إنه بياخد 7 أنواع مختلفة من الأدوية، وبيقول لها أنا بتوهم ولا الوضع بقى جروني بره. الأخصائية هزت دماغها وسكتت. آرثر بيعيش مع مامته المريضة وهو المسؤول عنها. مامته كانت دايما بتبعت خطابات لتوماس وين علشان يساعدهم، وبتقول لآرثر أنا اشتغلت عندهم سنين كتير، أكيد هيرد عليا. أما آرثر فكان مثله الأعلى مقدم البرامج موري فرانكلين. وفي بداية يوم شغل الأرثر زميله راندل بيقول له سمعت إنك انضربت امبارح، ولو فضلت كده مش هيسيبوك في حالك، واداله مسدس وقال له لازم تحمي نفسك. أرثر لما حاول يرفض، راندل أقنعه إنه ضروري معاه الأيام دي، وقال له ابقى اديني حقه بعدين. وهنا زميله الراري بينادي عليه ويقول له المدير هوت عايزك في مكتبه. أرثر لما راح للمدير قال له أنا هوديك تقدم عرض في نادي كوميدي، لكن أنا جات لي شكوى من محل كيني وبيقولوا إنك اختفيت وخدت اليافطة بتاعتهم. أرثر قال له ما خدتهاش، في شباب ضربوني وسرقوها. المدير قال له انت لازم ترجعها والا هخصم حقها من مرتبك. آرثر وهو مروح قابل جارته صوفي في الاسانسير، وتمت بينهم دردشه بسيطه وحس انها معجبه بيه. آرثر بعد كده بدا يراقبها وبيلاقيها تحضر عرضه في النادي الكوميدي. وفي يوم وهو بيقدم عرض في مستشفى اطفال بيلعب منه المسدس. المدير هوت لما عرف كلمه وقال له زميلك راندل اكد لي وقال لي انك حاولت تشتري منه مسدس الاسبوع اللي فات، والنهارده رايح بيه عرض المستشفى اطفال، انت مطرود. وهو مروح في القطر كان في 3 شباب واضح عليهم انهم من الاثرياء بيضايقوا بنت قاعده لوحدها، وارثر بدا يضحك بشكل هستيري بسبب مرضه. الشباب بداوا يستهزئوا بيه ويعتدوا عليه ويضربوه، وفجاه وارثر في الارض بيطلع المسدس وبيضرب النار عليهم واحد ورا التاني، وبيصيب التالت في رجليه وهو بيحاول يهرب. وهنا نقطه التحول لارثر بعد احساسه باللذه بعد القتل. ولما القطر وقف بينزل ورا الشخص التالت بكل هدوء وبيقتله ب3 رصاصات بدم بارد وبيهرب من المكان. وهنا بيقدر المجتمع الفاسد يحول أبنائه إلى وحوش. وتاني يوم بيعرف إن ال3 دول كانوا بيشتغلوا في مؤسسة توماس وين مرشح عمدة مدينة جوثام، وبيطلع توماس وين على التلفزيون وهو بيدين قتلهم، وبتتحول القضية لقضية رأي عام، وبتفشل الحكومة في القبض على المجرم لأنه شخص مقنع بقناع مهري. وبيروح آرثر لمقر شغله علشان ياخد أوراده بعد ما انطرد بمنتهى العبثية واللامبالاة. ولما آرثر راح للأخصائية الاجتماعية علشان الأدوية قالت له أسفة، العمدة واقف التمويل لكل القطاعات والخدمات الاجتماعية، ودي هتكون آخر مقابلة. آرثر بالليل بيروح علشان يقدم عرض في نادي للعروض الكوميدية، ولما وقف على المسرح بتزيد أعراضه المرضية وبيضحك به السرية، وما قدرش يقول أي نكتة، وبيفشل في محاولته إنه يكون فنان كوميدي. لكن جارته صوفي كانت موجودة وبتشجعه، وبيخرج معاها بعد العرض، وبدأ يشوف في الصحف عناوين زي قاتل مهرج طليق. وكان النظام الحاكم والإعلام مهتم بالقضية دي جدا، أما الأهالي فكانت بتأيد القاتل لمجرد بس إن الضحايا كانوا من الأثرياء، حتى إن كان في ناس لابسة قناع المهرج في الشوارع. آرثر لما رجع للبيت فتح خطاب من الخطابات اللي بعتتها مامته لتوماس وين، وقراها ولقى مكتوب فيها عزيزي توماس أنا وابنك محتاجين مساعدتك. آرثر انهار واتعصب وبيسأل مامته ده صحيح فعلا؟ قالت له ايوه صحيح، وبدأت تحكي له انها كانت شغاله في بيت توماس وكانوا بيحبوا بعض، لكن بحكم المظاهر توماس ما قدرش يتجوزها ولا يعترف بابنها، وخلاها تمضي على ورق بالكلام ده. آرثر راح عند قصر توماس وين ووقف عند البوابه ولقى ابنه كلوس، فبدأ يلعبوا شويه، وهنا بيجي حد من خدم القصر وبيدخل الطفل وبيطلب من آرثر انه يمشي. آرثر بيقول له انا ابن بين فليك، كانت شغاله هنا من زمان. الخادم اتفاجئ وقال له انت ابنها؟ آرثر قال له ايوه، وحكيت لي على كل حاجه. الخادم قال له مفيش حاجه اصلا علشان تحكيها لك، امك كانت بتتوهم. فبيشدوا آرثر وبيخنوه لكنه بيسيبه وبيجي. ولما روح لقى مامته تعبانه ونقلوها للمستشفى بسبب جلطه مفاجئه، وتجيله جارته صوفي بتأزره وبتقف جنبه. ولما خرجت تجيب قهوه علشان يشربوها، آرثر بيفتح التلفزيون علشان يتابع عرضه المفضل لموري فرانكلين. اتفاجئ ان موري بيعرض مقطع فيديو لآرثر لما كان في نادي العروض الكوميديه، وبيطلق عليه اسم الجوكر، وفضل يستهزئ عليه وعلى ضحكته اللي بسبب اعراض مرضه. المدينة وضعها الاقتصادي بقى أسوأ، ومع تزايد البطالة والفقر والسرقة والنهب بتزيد مشاعر الغضب اللي استحوذت على سكان المدينة، فبيخرجوا متظاهرين للشوارع مقنعين بقناع المهرج ضد الأثرياء ورجال السياسة. آرثر بينزل وبينضم للمتظاهرين قدام مقر مرشح عمدة المدينة توماس وين، وبيقدر يتسلل ويدخل لجوه،
وبيلبس لبس الخدم وبيتسلل لصالة العرض اللي كانوا قاعدين فيها أثرياء المدينة، وبيتفرجوا على عروض كوميدية اللي بنفس الوقت في مظاهرات بره قدام المقر ضدهم. أرثر بيدخل ورا توماس وين الحمام وبيقول له اسمي أرثر وبيني فليك تبقى ماما. توماس قال له اسمع، عارف هتقول ايه؟ أنا مش باباك، مامتك بتتوهم طول عمرها، هي اتبنتك وانت صغير وطردتها لأنها اتقبض عليها واتسجنت ودخلوها لمستشفى أركهام الحكومي وبيسيبه وبيمشي. وبالليل أرثر بيجي له اتصال من شيرلي وودز منظمة العروض المباشرة لموري فرانكلين، وبتقول له احنا جالنا تعليقات كتيرة على مقطع الفيديو بتاعك بعد ما عرضناه، وموري طلب مني اتصل بيك علشان تبقى ضيف في البرنامج بتاعه، وحددت ميعاد معاه يوم الخميس. أرثر بيخرج وبيروح لمستشفى أركهام الحكومي وبيتصدم بالملف الخاص بيها اللي كان محتواه انها فعلا مريضة باضطراب التوهم واتسجنت بسبب الاعتداء على طفل اتبنته، وكمان كانت بتسمح لصديق ليها يعتدي عليه. أرثر ما كانش مستوعب كل التقارير دي وكان مصدوم، لكن صدمته بتتحول لبركان غضب لما رجع البيت واكتشف ان جارته ما كانتش معجبه بيه ولا عمرها خرجت معاه ولا زارته في المستشفى. العلاقه دي كانت مجرد وهم بعقله بس. فبيروح للمستشفى وبيخنق مامته وبيقتلها بدون ما يقول لها انه عرف كل حاجه، وبيرجع للبيت بدون مبالاه وبقى يجهز نفسه بيتدرب على مقابلته في العرض المباشر مع مورلي فرانكلين. وهنا بيجي له زمايله اللي كانوا شغالين معاه في الشغل، راندل وياري. راندل بيقول له الشرطه حققت معانا كلنا في الشغل في جريمه القتل اللي حصلت في القطر، ودلوقتي مشتبهين فيا علشان كده كنت محتاج شهاده. وقبل ما يخلص كلامه بينهال عليه أرثر بالطعن وبيقتله، ويقول لجاري انت الوحيد اللي كنت بتعامل لي كويس علشان كده هسيبك تمشي. وبيلبس بدلته وبيرسم قناعه بالمكياج وبينزل علشان يحضر العرض المباشر مع الاعلامي موري فرانكلين. وهنا بيرقص رقصته الشهيره ما بين الالم والامل وما بين النشوه والانكسار، وبيتفاجئ بالمحققين بيقولوا له عايزين نتكلم معاك، فبيهرب منهم وبيدخل لمحطه القطر علشان يتفاجئ بكل اللي حواليه مقنعين بقناع المهرج هم كمان. المحققين وراه وبيدوروا عليه في القطر. أرثر بيشد القناع من شخص وبيفتعل خناقه وبيلبس القناع وبيختفي وسط الناس. ولما المحققين حاولوا يفكوا الاشتباك الموجود بيشتبك معاهم شخص مقنع من الموجودين وحاول ياخد المسدس من المحقق، وبيتم اطلاق النار على المقنع بدون قصد. فبيغضبوا الاهالي وبيعتدوا على المحققين، وبيوصل أرثر للبرنامج. موري بيساله عن القناع اللي على وشه ده تضامنا مع المتظاهرين. أرثر قال له لا، ده من ضمن ادوات شغلي بس مش اكتر، وطلب من موري انه يقدمه في البرنامج باسم الجوكر، وبيقول له ده اللقب اللي اطلقته عليا في البرنامج بتاعك، فاكر؟ موري ما كانش فاكر وبيسال المساعد بتاعه انا قلت كده؟ عموما تمام انا موافق، هناديك بالجوكر. ويبدا البرنامج وبتيجي فقره أرثر وبيقدمه موري بالجوكر، وبيدخل وهو بيرقص وسط تشجيع الجمهور. موري اعجب بطريقه دخول أرثر وبيقول له انا عارف انك مهرج مضحك، ايه رايك تقول لنا شويه نكت؟ أرثر طلع كتابه وفتحه، ولما بدا يقول نكاته كان موري بيسخر من كل حاجه بيقولها. أرثر فجاه غير مسار العرض وبيقول له تعذرني يا موري، الفتره اللي فاتت كانت صعبه عليا بعد ما قتلت موظفين وول ستريت في القطر. اعتراف أرثر كان طبق من ذهب لموري انه يعترف قاتل في برنامجه على الهواء، فبدا يجريه وعايز يسمع اكتر من أرثر. أرثر بيقول له انتوا مهتمين جدا بيهم لمجرد انهم اثرياء، لكن انا لو مت على رصيف كنتوا هتمشوا فوقي ومحدش هياخد باله. موري بيقول له انت بتحاول تبرر قتلك للناس يا أرثر، لكن مش كل الناس بويضين. أرثر التفت له ونبره صوته اتغيرت وقال له لكن انت بريد يا موري، عرضت فيديو ليا واستضفتني في البرنامج علشان تهزأ بيا، ده جزاءك يا موري. وبيطلق النار على راسه. وسط الفزع والهلع في الاستوديو بيقوم أرثر وبيضربه رصاصه تانية في قلبه، وبيتم القبض على أرثر من الاستوديو. وفي الشوارع كانت مدينه جثام مفججه بالغضب الشعبي اللي سيطر على كل اهالي المدينه ضد النظام والشرطه، وبتصطدم عربيه الشرطه بعربيه مطافي كان بيسوقها متظاهر بقناع مهري، وبيخرجوا الجوكر من العربيه، وبتزيد اعمال الشلب والفوضى في المدينه والاعتداء ونهب المراكز التجاريه والمحلات وغيرها. وهنا توماس وين ومراته وابنه بيحاولوا يهربوا من وسط الشدب، لكن بيتم قتله هو ومراته ما عدا الابن تروس على يد متظاهر مقنع. ووسط هتافات المتظاهرين باسم الجوكر بيفوق الجوكر وبيقف فوق عربيه كبطل قومي ورمز للثوره ضد الاثرياء، وبيرقص رقصته الشهيره فوق العربيه مع دعم كامل من الاهالي. وفي اللقطه الاخيره النقطه الغامضه، أرثر قاعد قدام الدكتوره النفسيه اللي جابتها الشرطه تعالجه وبيضحك بهستيريا لوقت طويل. الدكتوره بتساله انت بتضحك على ايه؟ الجوكر قال لها كنت بفكر في نكته، وبيفتكر الطفل ابن توماس وين اللي قتلوا باباه ومامته وسابوه عايش. الطفل ده يبقى بروس وين باتمان في اجزاء الفيلم القديمه، واللي على ما يكبر هيكون الجوكر خرج من المصحه ويحاول باتمان الانتقام منه لانه بيفتكر ان الجوكر هو اللي قتل باباه ومامته. الدكتوره بتقول له ممكن تحكي لي النكته؟ قال لا مش هتفهميها.
وبكده بينتهي فيلمنا النهارده. ما تنساش لو مش مشترك في القناه يلا اشترك.